السلام عليكم، مرحبا بكم شيوات احمد. نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنوجد معاكم الرفيسه. عندي هنايا زلافه اللي وضعت فيها البزار مع تقريبا معلقه كبيره من الحاجه. ضفت ليها معلقه ديال الخرقوم، ضفت سكينجبير، ضفت القزبر يابس، ضفت الملحه، ضفت الكيري، ضفت زيت العود، ضفت كاس فيه الزعفران الحر، وضفت السمن. كناخذ الدجاجه وكندخل فيها ديك اللقامه مزيان، وكنوضعها في الكوكوط. كنضيف لها ديك اللقامه اللي بقات، وكنضيف لها جوج بصلات مشلضين رقاق، ضفت لها الزيت العود والزيت العادي، وكنوضعها فوق البوطه. كنضيف واحد شويه شي حبات تاع الفول، هذاك الفول باش يختر ليا ديك المرقه. وكنوضع الكوكوط فوق البوطه وكنخليها حتى طيب. هنايا عندي العدس، وعندي البصله ضفت لها الخرقوم، سكينزبير، البزار، شويه ديال القرفه، ضفت لها الملحه والزيت العادي، وكنوضعها فوق البوطه وكنخليها حتى تتعسل مزيان. ما كنضيفش لها السكر، كندير لها لا سنيده لا سكر. هنايا خدت البلول من الطنجره وضفته على العدس باش يطيب فيه داك العدس، يطيب منسم بلقامه ديال اللي خدت من الكوكوط. كنبقى نشحر فيها ديك البصله. هنايا عندي واحد عندي الحلبه، وضعتها في هاد العلبه ديال لينوكس. هاد العلبه ديال لينوكس، ووضعتها مع العدس وخليتها حتى طيب. ودابا غندوزو لطبق التقديم. كنضيف هذاك البلول على الرفيسه كامله، وكنضيف ليها ديك الدجاجه. هاد الدجاجه راه بلديه ماشي روميه ماشي كروازي، دجاج بلدي، دجاجه بلديه. كنوضع البصله فوق الدجاج، وكنزين باللوز، وكنزين بالبيض. وهذا هو الطبق ديال الرفيسه، كنقدموه بالصحه والراحه.